عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وخبر بقينا كل شوية بنسمعه. محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بعزل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات رئيس النادي في أقرب جمعية عمومية جاية. طيب مرتضى منصور عنده فرصة إن هو يلغي الحكم ده، وده بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ودي أعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة. وطبعا بيحق للمحكمة الإدارية العليا قبول الطعن أو رفضها، وخلينا نقول إن هنا بيكون الحكم نهائي تماما، مفيش بقى بعده طعون ولا أي كلام. دعوة مقامة من عبد الله جورج وثلاثة تانيين بإلزام وزير الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور من منصبه عن رئاسة نادي الزمالك، وبالفعل ده اللي قضت بيه المحكمة الإدارية بمجلس الدولة. هيئة المفوضية بقى في تقريرها استندت على الأحكام النهائية اللي صدرت ضد مرتضى منصور، اللي أفقدته أحد شروط العضوية لمجلس الإدارة، ودي طبعا بتستوجب إسقاط العضوية عنه. ومحكمة النقد كانت أيدت في 25 فبراير حبس مرتضى منصور شهر، ده طبعا بعد سب وقذف كابتن محمود الخطيب. اتحبس مرتضى منصور شهر وقضى عقوبته وخرج. طيب مرتضى منصور عنده فرصة ان هو يلغي الحكم ده، وده بالطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا، ودي اعلى محكمة في القسم القضائي بمجلس الدولة. وطبعا بيحق للمحكمة الادارية العليا قبول الطعن او رفضها، وخلينا نقول ان هنا بيكون الحكم نهائي تماما، مفيش بقى بعديه طعون ولا اي كلام. فاذا مرتضى منصور حاليا في حكم بعزله، ممكن يعمل طعن للمحكمة الإدارية العليا. المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعن، مرتضى منصور موجود. رفضت الطعن، خلاص كل سنة وانت طيب، وقصة مرتضى منصور رئيس لنادي الزمالك اتقفلت واصبح معزول رسميا عن رئاسة نادي الزمالك. مفيش بقى طعون جاية، مفيش احكام جاية، خلاص انتهى الموضوع واتقفلت القصة والرواية. القصة والرواية المظلوم فيها هو المشجع الزملكاوي، هو المحب لنادي الزمالك، اللي ما بقاش عارف مين رئيسه ولا مين رئيس نادي الزمالك، اللي بيسير اموره او اللي بيمشي اموره. ما بقاش عارف مين الشخص اللي ماسك نادي الزمالك. كل يوم والتاني بنسمع عزل مرتضى منصور، بنسمع مجلس اداره جديد لنادي الزمالك، مش عارف ايه كلام من ده. بقالنا مواسم بنشوف الحاجات دي بتحصل، والمظلوم الاول والاخير هو نادي الزمالك، سواء اتعزل مرتضى منصور او لا. فمشكله نادي الزمالك ما اتحلتش، ونادي الزمالك يظل في تضارب وفي تراجع مستوى على كافه اللعبات داخل النادي او على كافه الانشطه داخل النادي. حل الزمالك ايه؟ ده اللي هستنى منكم في الكومنتات. شايفين ايه الاصلح والانسب لنادي الزمالك؟ وهل لو مرتضى منصور اتعزل او لا نادي الزمالك هيرجع للطريق الصحيح ولا ايه اللي هيحصل؟ انا مستني رايكم في الكومنتات. حلقتنا خلصت، سلام.